اهلا بيكم استكمالا لحلقات علي الكامل والشافي والوافي لمرضى الاورام. هنتكلم النهارده على الكشف المبكر لاورام الثدي. اورام الثدي تعتبر من اكثر الاورام شيوعا لدى السيدات على مستوى العالم وعلى في منطقتنا العربيه والمصريه. اللي يهمني هو ازاي اعمل كشف مبكر واكتشف الورم بدري. طب ليه الاكتشاف المبكر مهم؟ الاكتشاف المبكر للورم وهو صغير موجود في الثدي فقط، ما انتقلش للغده الليمفاويه، ده بيخلي العلاج هو علاج جراحي فقط، وممكن اتجنب العلاج الكيماوي اللي طبعا ليه مضاعفات وليه عوامل نفسيه كتير بتؤثر على السيدات. طب ازاي اعمل كشف مبكر؟ كشف مبكر بنصح بيه كل السيدات اللي في سن صغير، اللي هو بعد انتهاء الدوره الشهريه البيريود، بتقوم السيده وهي واقفه قدام مرايه، بتبص على الثدي عندها وتقارن حجم الثديين اتجاه النبل او الحلمات، هل هي داخله لجوه متغير اتجاهها، هل في افرازات من الحلمه ولا لا، هل في كلاكيع موجوده في صدرنا في الثدي. بنقسم الثدي الى 4 وكل ربع السيده بتحسس عليها بايديها كده وتعمل لها جاست ان هي تعمل حركه كده تشوف هل في كلكيعه او ماس موجوده تحت ايديها ولا لا. احنا محتاجين نتابع ونعمل فحص ذاتي ونعلم بناتنا ازاي يعملوا الفحص الذاتي، وربنا يشفي كل مريض يا رب ويصرف عنها كل سوء ويقلل خطة علاجها بالنجاح والشفاء التام ان شاء الله.